يعزي مجلس النواب العراقي فقدان الشخصية الوطنية المرحوم نوشروان مصطفى، له الرحمة والغفران، ولذويه ولكل العراقيين الصبر والسلوان. وبهذه المناسبة أعد بيان من قبل الكتل الكردستانية باسم مجلس النواب العراقي يقرأه السيد نائب رئيس المجلس الشيخ آرام، فليتفضل لقراءة البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. استيقظ شعب كردستان صبيحة يوم 19/5/2017 على فاجعة مؤلمة برحيل القائد والسياسي الكردي والمفكر الموسوعي الأستاذ نوشروان مصطفى، الذي سخر جل حياته للدفاع عن مصالح شعب العراق وشعب كردستان. نعم، كان كاغنوشيروان المنسق العام لحركة التغيير، ولكن فكره ونهجه السياسي كان عابرا للأطر الحزبية، وكان ملكا لكل الشعب الكردستاني والعراقي، لأن همومه وبصيرته السياسية كانت نابعة من منطلقات وطنية ومستقبلية، وليست هموم آنية أو مرحلية عابرة. وكان قراءته لصغرورة الحركة التحررية الكردية وتعمقه في دراساته السوسيولوجية للمجتمع الكردستاني والعراقي قد ساعده كثيرا كي يكون قائدا سياسيا وعسكريا في اتخاذ قراراته وتوقيتاته، ما أهله أن يكون صانعا للأحداث، وأن يكون فاعلا وليس منفعلا، ومؤثرا وليس متأثرا بما يحدث حوله، إذا أصبح رجل القرارات الصعبة بامتياز. لذلك شكلت محطات حياته ونضالاته ومؤلفاته الغزيرة في المجالات المتعددة مدرسة ومشروعا للتأسيس الحياة السياسية الكردستانية والعراقية على أسس متينة مبنية على مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وإدارة الحكم عن طريق المؤسسات الشرعية والديمقراطية. يا قادة عراق الجديد، الأستاذ نوشروان مصطفى ليس بغريب عنكم، بل كان رفيق دربكم في النضال ضد الدكتاتورية المقيتة. هذا المناضل الذي ترك إكمال مناقشة أطروحة الدكتوراه في العلاقات الدولية في جامعة فيينا أواسط السبعينات من القرن الماضي، واختار جبال كردستان ليكمل نضاله الثوري مع رفيق نضاله الرئيس مام جلال ورفاقهم الآخرين في الاتحاد الوطني الكردستاني، حيث كان من أحد المؤسسين في نفس الوقت. بعد مرور عام فقط اندلعت الثورة الكردية من جديد، وكانت أساساً للثورة العراقية ضد الدكتاتورية من جبال كردستان. خطط لانتفاضة شعب كردستان في عام 1991 قبل أشهر من اندلاعها، وأشرف بنفسه عليها ولقب بمهندس الانتفاضة، وكان له اليد الطولى لإعداد وإجراء انتخابات إقليم كردستان عام 1992 وتشكيل البرلمان والحكومة وبناء المؤسسات. بعد سقوط النظام الصدامي كان نوشروان مصطفى أحد أبرز قادة العراق الذي شارك في مناقشة وكتابة الدستور العراقي الدائم، وترك بصمات واضحة في تأسيس النظام حكم ديمقراطي فيدرالي تعددي وتثبيت الحقوق المدنية والسياسية والمساواة للشعب العراقي والشعب الكردي. مرحلة مضيئة أخرى من حياة هذا المناضل الكبير هو تأسيسه لحركة التغيير عام 2009، وبذلك أضاف لمسيرته النضالية الحركة السياسية في كردستان العراق تشكيل أول حركة معارضة مدنية ديمقراطية برلمانية. استطاع أن يغير مجرى الصراعات السياسية في الإقليم من اصطدامات مسلحة واقتتال داخلي إلى صراع ديمقراطي برلماني مدني. هذه الحركة تأسست لمحاربة الفساد وإبعاد النزاعات التسلطية والاستحواذ الغير شرعي على السلطة وترسيخ مبادئ الحرية وسيادة القانون وتداول السلم للسلطة
والاحتكام إلى المؤسسات الشرعية لإدارة حكم رشيد في إقليم كردستان العراق. برحيل أستاذ نوشيروان مصطفى الزاهد والمتواضع النزيه المناصر للمظلومين والفقراء والمحارب للفاسدين والمفسدين، تكون الحركة الإصلاحية في إقليم كردستان قد خسرت مكافحا صلبا ومعارضا شامخا للهيمنة والفساد في ظروف صعبة يعيشها الإقليم من أزمات سياسية واقتصادية وتعطيل المؤسسات. كل ما نقول بحق هذا الرجل فهو قليل، لذلك وفي الختام نعاهد القائد الذي رحل عنا بجسده ولكنه حاضر في ضمائرنا وقلوبنا أن نكون أوفياء لمبادئه الوطنية السامية الذي عاش ومات من أجلها، ونكمل مسيرته المضيئة الخالدة. بقى أن أشكر باسمي ونيابة عن إخواتي وإخواني في الكتل الكردستانية كل من شاركنا هذا المصاب الجلل وخفف عن آلامنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. الفاتحة على روح الفقيد وجميع شهداء العراق. شكرا